sí, buenísimo. هي طارت الناحية دي أصلا. بابا جاب بلالين كتير؟ طب يلا يا عيني. فين بالونتك؟ لولو فين بالونتك؟ شفتي البقرات؟ دي بقرة. اسمها بقرة دي. اسمها بقرة. شفتي البقرة؟ حلوين البقرة؟ هنذبح دلوقتي يا لوزة. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحه وفي احسن حال. النهارده جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض ما ننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عشان نكسب كده من بعضنا الاجر والثواب. وطبعا حابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك على الجميع يا رب. ويا رب دايما كده يجعل ايامكم كلها اعياد ودايما تبقوا مبسوطين في حياتكم وكل سنة وكل اهاليكم وحبايبكم بألف خير يا رب. وطبعا بصوا يعني احساس العيد ده وفرحته وبهجته حاجة تانية بنستناه، يعني نقعد نستناه كده من السنة للسنة. طبعا عايزه اقول لكم طبعا اليوم ده كان يوم الوقفه. فانا بصوا مشاركه معاكم الفيديو ده من اول يوم وقفه العيد لغايه اول يوم العيد وصلاه العيد والاجواء الجميله بتاعتنا. فعايزاكم كده في بدايه الفيديو اللي طبعا اول مره ينورني على القناه دي يوميات مامة روزي. طبعا روتيناتنا وفلوجاتنا وكل حاجه يعني بشاركها معاكم. فعايزاكم كده تدعموني باللايك بتاعكم والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، واللي مشترك في القناة يتأكد اللي هو مشترك ومفعل زرار الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. طبعا اول حاجة كده احنا طبعا في يوم الوقفة بيبقى ورانا حاجات كتير بقى، اللي هو في ناس اصلا بتسيب يعني المسحة الأخيرة في يوم وقفة العيد، وبتبتدي بقى اللي انتي لو وراكي اكل وبتاع انتوا عارفين بقى طبعا يوم الوقفه بيبقى صيام. فقلت بقى اعمل ايه، احنا طبعا كنا مشتاقين كده عايزين نحس باجواء العيد، فعملت لهم بقى فته ولحمه ورز بقى وبصوا اوعى ظبطتهم وعملت لهم رقاق وعملت لهم لحمه كباب حله اللي هي اليخني، يعني في ناس بتقول عليها يخني وفي ناس بتقول عليها كباب حله. انا هشارك معاكم بعض مقتطفات كده من الاكل اللي انا عملته يوم الوقفه عشان ما اطولش عليكم. طبعا ده كان كيلو من اللحمه المفرومه، وعملت برضو اللحمه دي اللي هي كانت مش عارفه اللحمه دي اسمها ايه بصراحه، اللي هي ما بتبقاش مكعبات كده تمام زي ما انتم شايفينها يعني. فدي سلقتها وخليت اللحمه التانية دي كانت من عند الجزار، دي عملتها لحمه يخني او كباب حله زي ما بتسموها عشان خاطر كانت فيها يعني نسبه من الدهون. فطبعا هو كباب الحله بيبقى لازم يبقى فيها نسبه من الدهون وكده تمام. فدي بقى كنت بشوحها كده في حته زبده بعد ما سلقتها عشان نعمل صينيه بقى فته كده حلوه. طبعا هنعمل في نفس الصينيه عشان ايه ناخد كده من طعم التشويحه والزبده اللي انا كنت حاطاها للسمنه. فانا عايزه اقول لكم انا بحب الاكل قوي بالزبده. فهنا بقى كنت بكسر العيش، كان جوزي كان جايب لي العيش اللي هو الناشف ده المحمص. حطيت بقى كده كسرته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في ناس برضو يعني ايه يعني هو ناشف وكل حاجه، بس في ناس بتجيب اللي هو العيش اللي هو السوري برضو بيبقى حلو وبتقطعه، وطبعا ايه بتحمره كده على بشويه زيت او بسمنه او بزبده على النار بحيث اللي هو ايه يقرمش يعني. بس انا بعمل زي ما ماما بتعمل بالظبط. فحطيت بقى كده وحطيت كام قطعه زبده كده الاول، بعد كده نزلت بالرز الابيض، وبرده الرز الابيض عاملاه بالزبده، ونزلت كده بشويه شوربه كده من على الوش شوربه اللحمه بقى، وبصوا على جمال شوربه اللحمه. وهنزل بقى بعد كده بالصلصه، وبعد كده هحط اللحمه اخر حاجه عشان خاطر زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر انا جوزي اصلا مش بيحب ياكل الصلصه على يحط يعني الصلصه على اللحمه والكلام ده كله.
لا ما بيحبش الكلام ده. فعشان كده انا بحاول ارضيه يعني عشان يعني ياكل من الاكل ده. وعملت برضو صينيه الجلاش، هي كانت خلاص خلصت، وبرضو صينيه الفته كنت طبعا عملت لها بقى الطشه بس بالتومه بقى وبالخل وكده. في ناس بتعمل بطرق تانية، يعني كل واحد ايه ليه طريقته في الاكل. ودخلتها طبعا الفرن، ودي كباب الحله بقى كانت طعمها زي السكر. خلاص كده كنا بألف هنا وشفا، ويلا بينا بقى على صلاة العيد. لولو باي لهم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. الله أكبر طب يلا يلا يلا، سيب العيال معايا وروح صلي. هات يلا محمد. مش البقرة؟ بص البقرة يا ايلي تتذبح دلوقتي، تتذبح يا عيني. رايحين اهو يا جماعة على الصلاة، والصلاة اصلا ابتدت خلاص يعني. يلا يلا يلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المسلمون، شرع الله عز وجل لعباده الأعياد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله واجتهاد وفرح الأطفال بشرط أن يكون موافقا لهدي معصية الله والعياذ بالله تعالى. يشرع في هذه الأعياد صلة الأرحام وبر الآباء والأمهات وزيارة الأصدقاء، كل ذلك مشروع، وزيارة الأقارب بعضهم لبعض بشرط أن يجتنب الاختلاط، فإنه لا يرضي الله عز وجل. الرجال في مكان والنساء في مكان، كذلك أيها الأخ المسلم هذا وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. لولي تعالوا جنب مني هنا. واو بصي لولين. هي طارت الناحية دي أصلا. تعالي ما تروحيش. بابا جاب لكم بلالين كتير. اللي انت عامله في نفسك ده. الناس بتاخد بالكبشه. خد بالونه يلا. خليها معاك امسكيها من هنا. لا يا بنت هتطير يا حماره. استني ما تجريش وراهم. من هنا خدتوا بلالين؟ بابا جاب بلالين كتير؟ طب يلا يا ايلين، فين بالونتك؟ لولو فين بالونتك؟ طب يلا بينا. يلا تعالوا اجيب لكم بلالين. عمودي معاه بالونه اهو. يلا خدي.
نشوف صورنا بقى صورة بتليفوني. ما انا بصورك اهو. في اكتر من التوثيق الفيديو. يا لولو يا روزي، خدتوا بلالين؟ انتي بالونتك يا ايلين مش عارفه تحافظي على بلالينك يا حبيبي. خبطك؟ معلش. بصي الجاموسات، البقرات دول بقرات. لا ليه استني استني نصور. جمل شفتي البقرات؟ دي بقرة. دي بقرة. بقرة دي يا لولو. اسمها بقرة دي. اسمها بقرة. شفتي البقرة؟ حلوين البقرة؟ هتتذبحي دلوقتي يا لوزة. اهربي بسرعة. اهربي بسرعة. الكتاكيت الكتاكيت يا كتاكيت. بص، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليكي. لا احنا في العيد الكبير بنقول كل سنة وانتم طيبين. في العيد بنقول عيد سعيد عليكي يا ماما. كل سنة وانت طيبة يا مامي، صح؟ مش بنقول رمضان كريم. رمضان كريم ده نقول في رمضان، نقول رمضان كريم، صح؟ ماشي يا ستي. عادي. فدلوقتي رايحين هنروح بقى ايه عند الجزار كده، هنشتري شوية حاجات يعني عشان لسه ما جبناش اللي هو الملبس والشوكولاته، وهنجيب برضو لب وكده. فهنروح المقلة اللي هي المحمصة وكده، هنجيب الحاجات دي وممكن نشرب عصير يعني. هنشوف لسه هنعمل ايه، نتفرج بقى على ايه الناس اللي بتذبح بقى وكده، الجزارين اللي هناك. ويلا بينا كملوا معايا اليوم. بس لو وصلتوا الوقت ده من الفيديو حطوا لايك عشان احنا كنا متاخرين، ويا دوبك لحقت اصور لكم شويه اجواء من العيد وكده. فيا رب الفيديو يعجبكم وكملوا معايا لاخر الفيديو. كمان هكمل معاكم الفيديو لما نروح، هكمل بقيه الفيديو معاكم. حطوا اللايك واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. حمودي جانا العيد وهنعيد وهنذبحك يا خروف سيد. ماما نطلع. عايزين نجيب صواريخ. ليه؟ انتوا يا كلبات رايحين فين؟ لا الكلبات عايزين يعيدوا. ايه؟ صورك صورة. صورك صورة يا روزي. روزي صورك صورة. استنى. هذا جميلة على فكرة. انت هتطلعي بالمنظر ده في الفيديو، انت بتضحكي كده واسنانك مطرقعة خالص كده. كل سنة وانت طيبة يا قلب ماما. كل سنة وانت طيبة يا قلب ماما، يا نور عين ماما، يا لولو. قولي وانت طيبة يا ماما. يا لوي، بومبات وصاروخات وحلويات. يا ماما ربع من الدم. لا 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 البيضة بس. لا السودة بس. الغامقة بس. هات لنا نوع تاني. هات لنا نوع تاني من الشوكولاتة. بس هات حاجة عدلة يعني. هو في احنا كنا بنجيب ايه؟ انت في اللي هي انا عارفة شكلها بس مش لاقياها. هي فين؟ هي النوع ده في جوه دي. لا في نوع كده تاني اللي انت كنت جبته لنا اللي هو المدور، وفي واحده كده مربعه. قلت لك المربعه دي قلت لك عليها حلوه يعني، كانت فيها فستق او مكسرات حاجه كده. دي اللي فيها الصفرة. ايوه دي. تاني
هي كانت مربعه. بص زي كده بس مربعه. ايه؟ ازاي؟ ماشي، ما احنا الحاجات دي هناخدها ليه؟ بس لما بابا يجيب ناكل في البيت. خلاص.